مرحبا جميعا، وياكم كيرا، ورجعت لكم فيديو جديد. قبل لا نبدأ بهذا الفيديو أدعوكم حتى تشتركون بالقناة وتفعلون زر الإشعارات حتى توصلكم التحديثات أول بأول. اليوم عندنا نسخة تيك توك كيرا بالإصدار الجديد بنسختين، نسخة خط الآيفون ونسخة إيموجي الآيفون. فشنو هي الإضافات اللي تحتويها هاي النسخة؟ تابعوا الشرح للنهاية وخلوا لايك للمقطع، ويلا نبلش بالشرح. راح تكون عندكم نسختين، تثبتون أي نسخة انتو رايدينها، سواء نسخة الإيموجي أو نسخة الخط. أنا راح أستعمل نسخة الإيموجي وأسوي لها تثبيت. تقدرون تثبتونها كتحديث إذا كنتوا تستعملون النسخة السابقة، أما إذا كنتوا تستعملون التيك توك الأصلي لازم تعملوا لها إلغاء التثبيت حتى تثبت وياكم هذه النسخة. الآن بعد اكتمال التثبيت نضغط فتح، مثل ما تشوفون راح يفتح البرنامج مباشرة وياي. راح تشوفون انه البرنامج يفتح وياي مباشرة. اول شي تسوونه هو تسجلون دخول بالحساب الشخصي مالتكم. جميع طرق تسجيل الدخول راح تكون شغالة ومدعومة وياكم. الآن بعد ما سجلنا دخول ننتقل إلى شرح إضافات أو إعدادات تيك توك كيرا. نتوجه إلى الإعدادات والخصوصية. بعدها راح تشوفون عندنا هذه العلامة العائمة اللي تخص التيك توك، تضغطون عليها وراح تتوجهون إلى قائمة إعدادات تيك توك كيرا. الامتيازات اللي موجودة اللي هي إزالة الإعلانات وإخفاء البثوث المباشرة وإخفاء القصص وإخفاء الصور اللي تحتوي على موسيقى. كذلك تقدرون تعينون الحد الأعلى والأدنى للمشاهدات والإعجابات، يعني تخلون رقم هنا وراح تظهر لكم الفيديوهات اللي تحتوي على عدد المشاهدات بالرقم اللي تكتبونه انتو هنا، والإعجابات راح تكون نفس الحالة أيضا. ننزل للأسفل وراح تشوفون عندنا أيضا ميزات إزالة العلامة المائية من الفيديوهات، يعني تقدرون تحفظون أي فيديو بدون علامة مائية، سواء الفيديوهات المقفلة أم غير المقفلة. جميع القيود راح تكون مفتوحة عندكم. أما بالنسبة لمعلومات البطاقة الوهمية أو ميزة تغيير البلد راح أترك لكم شرح ثاني داخل صندوق الوصف حتى أشرح لكم هذه الطريقة. بالنسبة للخيار الأخير اللي هو وضع العرض التقديمي، اللي راح يمكنني من إظهار شريط تقديم وتأخير الفيديوهات. الآن نضغط رجوع، ولو توجهنا إلى الأسفل قليلا راح تشوفون عندنا ميزة الصوت بالخلفية اللي راح تمكنني من تشغيل الفيديو والخروج من البرنامج، وراح يبقى الصوت موجود. الآن نضغط رجوع، ولو توجهنا إلى شاشة المحادثة راح تشوفون عندي شاشة المحادثة مقسمة بهذه الأقسام الجميلة بهذا الشكل. ولو دخلنا إلى أي محادثة، على سبيل المثال هذه المحادثة، وجينا نرسل أي إيموجي، راح تشوفون إنه إيموجي الآيفون راح يكون موجود وياي وأقدر أستعمله بدون مشاكل. كذلك ميزة إرسال الصور والملصقات والبصمة الصوتية داخل المحادثة راح تكون موجودة عندكم. أما بالنسبة لشاشة المشاهدة، لو ضغطنا ضغطة مطولة على الفيديو راح تشوفون الكثير من الإضافات، منها تخصيص الصفحة الخاصة بالمشاهدة وإدارة طريقة المشاهدة داخل الصفحات، كذلك الشاشة الخالية والتمرير التلقائي، وإمكانية تشغيل الترجمة للفيديوهات. كذلك صورة داخل صورة، يعني تطلعون من البرنامج والفيديو يظل مشتغل وياكم راح يكون موجود. أما لو اجينا شاشة التعليقات راح تشوفون أيضا عندي إمكانية التعليق بملصقات والتعليق بصورة داخل الفيديو. ولو اجينا جربنا الخط أو الإيموجي بهذا الشكل وسوينا إرسال راح تشوفون إنه الإيموجي موجود وياي. أما بالنسبة للإضافات الأخرى، لو ضغطنا على هذا الزر راح تشوفون إنه شاشة التعليقات راح تظهر عندي بالشاشة الكاملة، وهذا الزر راح يمكنني من ترجمة التعليقات إلى اللغة الخاصة بي. على سبيل المثال لو كانت هذه التعليقات باللغة الإنجليزية راح تترجم مباشرة إلى اللغة العربية.
وإلى هنا نكون وصلنا لنهاية الشرح. إذا عجبتكم النسخة لا تنسوا تعطون رأيكم بالتعليقات. سلام.